ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. عسى أن يهديني ربي رشدا، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يطيب لنا في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا نتناول فيه عن آداب وأخلاق حملة أهل القرآن، جعلنا الله وإياكم منهم، ونتناول عن أحكام التجويد والتي تحقق لنا منزلة الكرام، أن نكون مع الكرام السفر الكرام البررة، جعلنا الله إياكم منهم. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض من أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، ونستكمل في هذه الحلقة كذلك من أخلاق أهل القرآن. قال الإمام الآجري رحمه الله عن صفة من صفات أهل القرآن وحامل القرآن، قال قد جعل القرآن والسنة والفقه دليلا إلى كل خلق حسن جميل. انتهى كلامه، أي قد جعل حامل القرآن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي الدليل له. فمعنى هذا الكلام للإمام الآجري هو حكاية عن سلفنا الصالح رحمهم الله عز وجل، كان ديدنهم ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، ما هو الدليل. همهم اتباع السنة، همهم اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى، همهم أن يرضى الله عز وجل عنهم باتباع كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل ومفصل لكتاب الله عز وجل، وسنته خير دليل وشاهد على ذلك. كذلك من الصفات التي يتمتع بها حامل القرآن، قال الإمام الآجري: حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. حافظا لجميع جوارحه حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يتقي الله عز وجل ويحسن منزلة الإحسان والتقوى. والتقوى كما تقدم هي الخوف من الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وخير دليل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيح، قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام
وجفت الصحف. من حفظ الله في جوارحه في صغره حفظ الله له جوارحه في كبره، كما كان يقول السلف الصالح. قال الإمام الآجري عن خلق حامل القرآن، قال: إن مشى بعلم وإن قعد بعلم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يهتم بمنزلة، يهتم بطلب العلم الشرعي، يهتم ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يهتم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، كيف كان يتعامل مع أعدائه، كيف كان يتعامل مع أصحابه، كيف كان يتعامل مع الصغار، مع الكبار، مع النساء، مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الآجري من صفة كذلك حامل القرآن: يجتهد يعني يحرص حرص شديد، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده. قال الإمام الآجري عن صفة حامل القرآن وتالي القرآن، قال: يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كيف لا يخاف حافظ القرآن على نفسه من لسانه وهو يقرأ آيات الله التي تنذر العبد خطر اللسان في ذلك اليوم وهو يوم القيامة؟ قال الله عز وجل: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. والآيات كثيرة وكتاب الله مستفيض من خطر اللسان. قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال الإمام الأجري كذلك عن صفة من صفات حامل القرآن: ولا يجهل وإن جهل عليه حلم. وإن جهل عليه حلم. ما معنى هذا الكلام؟ قال: ولا يجهل. ما معنى الجهل؟ مقصود كلامه رحمه الله أي لا يغضب، وإن استفز وأغضب حلم، يعني صفح وعفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فكررها مرارا وهو يقول له: لا تغضب، لأن الغضب من الشيطان. وإن جهل عليه أي استغضب واستفز حلم، والحلم من صفات الأنبياء وصفات الأولياء الصالحين والأخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عن الحلم عن الناس الذين يحلمون ويعفون. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. كاظم الغيظ، كاظم غضبه. الغيظ هو أول فورة الغضب كما حكاه أهل العلم. والكاظمين الغيظ. طيب كظم غيظه، طيب استفز أغضب. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عد الذي يكظم غيظه ويعفو عده الله عز وجل من المحسنين له سبحانه وتعالى. ولقد وصف الله عز وجل أنبياءه
بهذه الصفة. قال الله عز وجل عن نبينا وأبونا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من العفو والحلم. قال الإمام الآجري: ولا يظلم، وإن ظلم عفا، ولا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر. ما معنى هذا الكلام؟ ولا يظلم، الظلم هو مجاوزة الحد والإفراط في التعدي على الآخرين. قال يعني لماذا لا يظلم؟ لأنه يسمع حامل القرآن يقرأ آناء الليل وأطراف النهار قول الله سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. الظلم صاحبه مستحق للعنة الله عز وجل. ألا لعنة الله على الظالمين. وصاحب الظلم لا يفلح. قال الله: إنه لا يفلح الظالمون. كذلك متجنب لهداية الله. قال الله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك ظالم لنفسه، ظالم لنفسه من يمارس الظلم. قال الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله. فحدود الله التي لله سبحانه وتعالى والتي للخلق. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب. كذلك قال الإمام الأجري رحمه الله من صفات حامل القرآن وتالي القرآن، قال: يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه. يكظم غيظه أي لا يغضب، والغيظ هو أشد الغضب. وقلنا سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي قال: أوصني وصية، قال: لا تغضب. ليرضي ربه. وقلنا شرحنا في قوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة في آية آل عمران: والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. كذلك أعد الله الجنة للمتقين، وبينها الله عز وجل صفات المتقين. قال في نهاية الآية قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الإمام الأجري رحمه الله: وكذلك من صفات حامل القرآن متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله، من صغير أو كبير، لا من المخلوقين يطلب الرفعة بل يطلب الرفعة من الله. كلام كبير. قال: متواضع في نفسه. التواضع غاية الذل، وأن يرى الإنسان أن نفسه لا شيء. إذا قيل له الحق ووجه بالحق قبله. لماذا يقبله؟ لأنه الحق، وليس لأن الذي قاله يستدعي أن يكون كلامه حقا، بل يأخذ الحق. قال: من صغير أو كبير. من صغير أو كبير. لا، ويطلب الرفعة، يعني يطلب المنزلة والمكانة، يطلبها من الله لا من المخلوقين. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان لا يطلب المنزلة أن تكون منزلته في الدنيا إلا من الله، أو ما أنزله الله عز وجل وحباه وكرمه. لا يطلبها من المخلوقين لأنه حامل للقرآن. وقد ورد كثيرا عن آثار الواردة عن تتابع من السلف الصالح في قبول الحق. سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل الحق من امرأة خاصمته في مسألة، وقبل الحق من أعرابي، وقبل الحق من صغير، فرضي الله تعالى عنهم. كذلك من الصفات من صفات حامل القرآن
قال الإمام الآجري رحمه الله: ماقت للكبر، يعني يكره الكبر، ماقت للكبر خائفا على نفسه منه. حامل القرآن قال عنه، قال: ماقتا للكبر خائفا على نفسه منه. الكبر هو بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس أي ظلم الناس. والكبر هو الإنسان أن يستعظم نفسه ويستحسن ما فيها من الفضائل، ويستهين بالناس ويستصغرهم ويحتقرهم. طيب لماذا حامل القرآن يخاف على نفسه من الكبر؟ لماذا؟ قال: لأن صاحب الكبر يورد نفسه المهالك. قال الله عز وجل: ويل، وويل وادي في جهنم. قال الله عز وجل: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. حامل القرآن لما يسمع هذه الآيات مباشرة يذهب إلى منزلة التواضع، منزلة التواضع. التواضع عكسه الكبر واستعظام النفس. وقال الله عز وجل كذلك عن الكبر أنه سبب لدخول النار والخلود فيها. قال الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. نسأل الله السلامة. الكبر. كذلك قال الإمام الآجري رحمه الله، قال عن صفات حامل القرآن، قال: لا يتآكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج ولا يسعى به إلى أبناء الملوك ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال الساتر ما يستر عورته. إن وسع عليه وسع وإن أمسك عليه أمسك. يقنع بالقليل فيكفيه ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. نعيد كلامه ونشرحه مفردة. قال: لا يتآكل بالقرآن. حامل القرآن وتالي القرآن وحافظ القرآن لا يستخدم كتاب الله عز وجل سلعة يتنافس بها مع أرباب الدنيا. لا يأكل بهذا الكتاب. ليس معنى هذا أنه لا يأخذ أجرا عليه، لكن لا يتنافس ويستخدم هذا الكتاب وحفظه وما معه من كتاب الله عز وجل سلعة يروج بها بين أبناء الدنيا وأربابها ليأخذ منهم فتات. قال: ولا يحب أن تقضى له الحوائج ولا يحب أن تقضى له بها الحوائج. معنى هذا الكلام أي لا يحب حافظ القرآن أن يكون أرباب الدنيا يسترخصون من دنياهم لما معه من القرآن. أي لا يحب أن يساوم القرآن كتاب الله عز وجل مع سلعة من سلع الدنيا لأنه حافظ للقرآن أو حامل للقرآن. وهذا مدخل خطير في النيات. نسأل الله الإخلاص في النيات. ولذلك حامل القرآن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قال: قارئ القرآن. فالله عز وجل يقول العبد: يا رب قرأته فيك؟ قال: كذبت. قال: قرأته ليقال لك قارئ. قال: ولا يسعى به إلى أبناء الملوك ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. حافظ القرآن لا يرتاد على أبواب أهل الدنيا. حامل القرآن لا يرتاد على أبواب الأغنياء. يستعفف عما في أيدي الناس، يستغني عن أيدي الناس لأنه استغنى برب الناس.
فكيف يستغني بالناس؟ إن كسب من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. معنى ذلك أنه يخشى على نفسه وماله أن تشوبه شائبة، ويرضى بالقليل، يقنع، لأن الله عز وجل كتبه له وبارك فيه بسبب حبه وبسبب حمله للقرآن. قال الإمام كذلك: إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر عورته. حامل القرآن لا يتباهى بأفضل اللباس، وليس معنى ذلك أنه يسترخص من لبسه ويلبس البالي المقطع، لا، يلبس أفضل اللباس، لكنه لا يبالغ في لبسه ولا يشابه به أهل الدنيا. إن وسع عليه أي وسع في رزقه، وسع في نفسه، ليس هو بخيل على نفسه ولا على أهله. وخيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وإن أمسك عليه أمسك، أي ضيق عليه في رزقه، أنفق بقدر حاجته. يقنع بالقليل فيكفيه. القناعة كنز لا يفنى، قالوا قديما. القناعة كنز لا يفنى. وحامل القرآن يعلم أن الله عز وجل هو الرازق، هو الرزاق، هو الذي يعطي كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي ييسر لليسرى. يعلم حامل القرآن هذا الكلام صدقا، ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فلذلك لا يحزن لإنزال الله عز وجل وكتابة الله عز وجل له من الرزق القليل، بل يقنع بما فيه. وكلما قنع زاد الله وبارك في رزقه. قال: ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. الطغيان مجاوزة الحد في الإفراط، مجاوزة الحد. يخشى حامل القرآن على نفسه من الدنيا أن تطغيه. كيف لا وهو يقرأ: إنما مثل الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم. كيف لا يخاف على نفسه من الدنيا وهو يقرأ: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما الآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى: متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حامل القرآن يقرأ هذه الآيات آناء الليل وأطراف النهار وهو يدافع الدنيا أن تتلبس فيه فيطغى وينسى ربه ويكون من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وكيف يرضى بالدنيا وما هي الدنيا عند الله ولا تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة. كذلك قال الإمام الآجري رحمه الله من صفات حامل القرآن: يتبع واجبات القرآن والسنة، ويأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب إخوانه بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويجاور جاره بعلم. ولعلنا نأخذ مقصده في الحلقة السابقة، ونذكركم بأن الخيرية محصورة بين معلم الناس الخير، معلم الناس القرآن الكريم، ومتعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك نسعد في استقبال تلاواتكم من باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج. فاصل ثم نواصل.
ترتيلا ترتيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية فيما يخص أحكام التجويد عن حكم من أحكام التجويد وهو حكم الإخفاء، وقلنا أن حكم الإخفاء لغة هو الستر، يقال أخفيت الكتاب أي سترته عن العيون، واصطلاحا هو النطق بحرف أو بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. وقلنا كذلك أن حروف الإخفاء مجموعة في قول البيت صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما زد في تقى دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. ومجموع حروف الإخفاء قلنا 15 حرفا. ولعلنا نقرأ بإذنه سبحانه وتعالى بعض السور كما تقدم، يعني نأخذ من سورة الانشقاق بإذن الله عز وجل وسورة البروج، ونستخرج منها ما يظهر لنا من حكم الإخفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وسنأخذ بإذن الله عز وجل عن أحكام الإخفاء في هذه السورة المباركة. قوله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت نون ساكنة أتى بعدها حرف الشين، والشين من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى كدحا فملاقيه تنوين أتى بعده حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى وينقلب نون ساكنة أتى بعدها حرف القاف،
والقاف من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق عن طبق عن طبق، نون ساكنة أتى بعدها حرف الطاء، والطاء من حروف الإخفاء. هذه ما كان يتعلق بحكم الإخفاء في سورة الانشقاق. وكذلك سورة الانشقاق نون ساكنة أتى بعدها حرف الشين، والشين من حروف الإخفاء. ولعلنا ندخل في سورة البروج ونستعرض فيها بعض أحكام التجويد في حكم الإخفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ. قرأنا سورة البروج ولنعرج بها بإذن الله عز وجل على الأحكام الواردة فيها في حكم الإخفاء. قول الله عز وجل والله على كل شيء شهيد شيء شهيد شيء التنوين أتى بعده حرف الشين والشين من حروف الإخفاء شيء شهيد. وقوله سبحانه وتعالى جنات تجري جنات تجري تنوين أتى بعده حرف التاء والتاء من حروف الإخفاء والتاء من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار من نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء والتاء من حروف الإخفاء نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء والتاء من حروف الإخفاء. وقوله هذه بعض هذه الأحكام الواردة في سورة البروج والمتعلقة بحكم الإخفاء. وندخل بعد ذلك في سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان
الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورة الطارق نعرج فيها سريعا على أحكام الإخفاء فيها. قول الله عز وجل إن كل نفس نون ساكنة أتى بعدها حرف الكاف والكاف من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى فلينظر نون ساكنة أتى بعدها حرف الضاء والضاء من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى الإنسان نون ساكنة أتى بعدها حرف الإخفاء والإخفاء نون ساكن أتى بعد حرف السين والسين من حروف الإخفاء في قوله سبحانه وتعالى الإنسان. وقوله سبحانه وتعالى من ماء دافق تنوين أتى بعده حرف الدال والدال من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى من قوة ولا ناصر من قوة نون ساكن أتى بعدها حرف القاف والقاف من حروف الإخفاء. وأخيرا قوله سبحانه وتعالى لقول فصل نون ساكن أتى بعدها حرف الفاء والفاء من حروف الإخفاء. بذلك ختمنا حكم الإخفاء وهو من أحكام التجويد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. ونذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يطمع الآباء ولا الأمهات ولا الأسر الكريمة أن يرسلوا تلاواتهم لنقوم بتصحيحها على الأرقام الموجودة في الشاشة طيلة مدة البرنامج. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورتل القرآن ترتيلا